كانوا والدينا تيقولوا المؤمن الا ما كذب يكذب 2 المرات في العام. الا جا البرد وحس بيه كيقول وهاد العام هذا بارد بزاف ما عمرو جا بحاله. ولا جا الصيف وطلع معاه الصهد والحراره ونزل منه العرق كيقول وهاد العام هذا الصهد بزاف ما عمرو جا بحاله. والمقصود ان كثير من الناس كيشتاكيو من حراره الصيف، بينما المؤمن التقي كيشوف فيها موعظه وياخذ منها العبره. فملي كيجلس الانسان مع راسو كيتامل في هاد الشمس هادي يشوف شحال باش بعيده ومع ذلك الانسان ما كيقدرش عليها، فكيف يغطي يوم القيامه ملي غادي يجعل الله سبحانه وتعالى قريبه على رؤوس العباد بمقدار ميل، وما عنده حتى شي بلاصه يمشي يتظلل فيها الا كان داخل في السبعه الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل الا ظله. كذلك المؤمن الصالح التقي الى جاه الصهد في الصيف كيتفكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه اشتكت النار الى ربها فقالت. من اللي خلق الله سبحانه وتعالى جهنم بقوة ذاك الحر اللي فيها اشتكت الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا، فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم والعياذ بالله. فإذا المؤمن ملي كيحس بهذه الحرارة هذه كتخليه يتذكر النار الآخرة، وبالتالي كيمشي يسعى جاهدا في العمل الصالح باش ينجي نفسه غدا يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة عن النار نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. قال العلامة مجاهد رحمه الله أي تذكر النار الكبرى. وهذا الشيء اللي كيخلي المؤمن الصالح أنه يبادر إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في ذلك وما تشغلوش الحرارة على فعل الطاعة، كما قال عامر بن عبد قيس لما حضره الموت ما أبكي على دنياكم رغبة فيها، يعني ما كيهمنيش ديك الدنيا اللي فاتني، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر، يعني الصيام في الصيف وقيام ليل الشتاء. ولهذا اعتبروا العلماء بأن الناس اللي كيتركوا العبادة والطاعة في الصيف ولا ملي تيسخن الحال اعتبروه من المنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيهم في سورة التوبة وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ومن العجيب أننا وفرنا الحرارة ديال الدنيا المراوح المكيفات، إلى جا الصيف ودخل الصهد وجد الفلافل وطلق الكليمة، ولكن الحرارة ديال الآخرة اش وجدنا ليها؟ فهاد الشيء اللي خصنا نخدموا عليه. ومن أفضل الحسنات اللي خصو يخدم عليها الإنسان أنه يسعى إلى طرد الحرارة عن أخيه المسلم ولا سيما الفقراء، إما أنه يتصدق عليه بشي فرفارة أو يهدي ليه شي مكيف اللي هي الكليمة ويصوبها ليه ويركبها ليه في دارو، أو يتصدق عليه بشي ثلاجة صغيرة اللي تبرد ليه الماء ولا يسقيه ماء بارد. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فقال سقي الماء. ولهذا قال أحد أئمة التابعين من كثرت عليه ذنوبه، الإنسان حس براسه مفرط وعنده الذنوب كثيرة فعليه بسقي الماء. وإذا غفرت ذنوب الذي سقى الكلب فما ظنكم بمن سقى مؤمنا موحدا. إذا كان الله سبحانه وتعالى غفر الواحد بسبب أنه سقى واحد الكلب، فاللي سقى مؤمن موحد فهذا أقرب إلى رحمة الله عز وجل وإلى أن يغفر الله له ويتجاوز عنه.